أكيد. بص حضرتك، هي دي أول مسابقة طلابية لطلاب مرحلة البكالوريوس امم. ما بين كليات ومعاهد السياحة والفنادق على مستوى مصر، وده أول مرة تحصل. المسابقة تم الإعلان عليها تقريبا أول شهر، من شهر كده تقريبا، على مستوى الكليات. احنا طبعا عملنا يعني احتفالا بان الكليه بقى لها 25 سنه، اليوبيل الفضي، بالاضافه طبعا تزامنا مع كوب 27 التغيرات المناخيه، وفكره وتوجه الرئاسي لفخامه الرئيس بدعم المشروعات الابداعيه والابتكاريه لدى الطلاب. عملنا مسابقه للمشروعات الابتكاريه. تمام. عملناها على 4 محاور. يا امم. اما طالب يعمل بيج على الفيسبوك مثلا، امم. موقع او موقع الكتروني، يا اما يقدم ورقه بحثيه، يا اما يقدم بحث كامل، يا اما يقدم مثلا زي برزنتيشن كده او بوستر او حاجه، يعني حاجه تقرب ما يبقاش ورقيه يعني. تمام. وتقدم الحقيقه طلبه كتير جدا ما شاء الله، حضرتك هتشوفي العدد بكره ما شاء الله يعني. بس احنا فلترنا طبعا، وفاز في كل محور واحد بس. على مستوى الجمهوريه؟ على مستوى الجمهوريه، على كليات ومعاهد السياحه والفنادق. لا، شارك فيها تقريبا، يعني اللي فاز يعتبر كام طالب اللي هيتكرموا او كده؟ اللي هيتكرم، لا اللي هيتكرم عدد كبير، لان مثلا في 10 طلاب كمجموعه يعني مشتركين في يعني بعمل واحد. امم. تمام، والعمل ده فاز بالمركز الاول عندنا في حاجه. امم. فعندنا بكره عدد الطلاب المشاركين اكتر من 65 طالب. يا ما شاء الله، ده اه تجمع حافل. بالظبط، بالظبط اول مره تحصل. طيب، طبعا هيبقى في عمداء من كلية السياحة على مستوى الجمهورية برضه هيحضروا بالظبط في هذا بكره عملاء. طيب، ده يعني نقول بمناسبة اليوبيل الفضي لكلية السياحة وفنادق جامعة السادات. بالظبط كده طيب، المراسم اللي هتتم أثناء اليوم، يعني اليوم هيمشي ازاي؟ البرنامج بتاع اليوم هيمشي ازاي؟ هو طبعا استقبال الساده الضيوف في البدايه، وبعد كده هنتحرك لفندق الجامعه. الفندق هيتم الاول سلام الجمهوري، وبعد كده التحيه، وبعدين الكلمات من اول وكيل الكليه المنظم اللي منظم الحفل، وبعد كده عميد وسياده النائب للتعليم والطلاب، وبعد كده كلمه عن الطلبه المشتركين في الحفل ده، وبعدين هنستعرض بقى فيديو عن الكلية، وبعد كده هنستعرض عن أعمال الطلبة كلها، وبعد كده هنبتدي نوزع الأبحاث الجوائز على كل الفائزين، وبعد كده هنكرم العمداء وهنكرم كمان الطلاب المشاركين. طب، رسالة بتوجهها حضرتك سيادة العميدة بهذه المناسبة المميزة فعلا، يعني رسالة توجهيها لكل من له علاقة بالسياحة والفنادق على مستوى الجمهورية، بما إن ده حدث مركزي، تقولي لهم إيه بقى حضرتك؟ أولا هقول لهم أهلا وسهلا بيكم في كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات. هي كليات السياحة والفنادق ومعاهد السياحة والفنادق لازم انها تتكامل مع بعض. هي فرصة حلوة جدا للطلبة ان هم يلتقوا مع بعض ويتكلموا ويشوفوا كليات مختلفة ويشوفوا معارف مختلفة ويتعرفوا على زمايلهم في الكليات والجامعات التانية. هي فرصة حلوة جدا لتبادل المعارف. بقول للطالب استغل فترة وجودك في الجامعة وابتكر وابدع. ودلوقتي في سياسة جميلة للدولة بيرعاها فخامة الرئيس شخصيا الاهتمام بالطلبة المبدعين والمبتكرين، فهنيئا ليكم ولازم تستغلوا الفرصة كويس. تمام. هل ده هيبقى يعني باكورة كما حدث في بالشراكة بين جامعة السادات، بين سياحة السادات وسياحة الفيوم، يعني ده باكورة لإطلاق برضو أعمال بالاشتراك والتعاون بين كلية سياحة جامعة السادات وكليات أخرى في المستقبل القريب؟ يعني هل هناك نية لذلك؟ شوف حضرتك، أنا مؤمنة من الناس مؤمنة تماما إن مفيش حد بيشتغل بمعزل لوحده. امم. يعني لازم الشراكات، قاعدة المعارف أصلا كمان ما بين الناس. فالحقيقة يعني احنا بدأنا السنة اللي فاتت بالمؤتمر المشترك ما بين السادات والفيوم. احنا عاملين النهاردة لقاء على مستوى بكرة إن شاء الله على مستوى الطلاب. عاملين يوم 20 ديسمبر لقاء على مستوى طلاب الدراسات العليا. برضو بيقدموا برضو المشاركات البحثية بتاعتهم، وإن شاء الله هيبقى خطوات الكلية كلها في مزيد من الشراكات مع الكليات والمعاهد بإذن الله.
يعني كل التوفيق ورقي لحضرتك دكتورة نهى عزمي، عميد سياحة وفنادق جامعة السادات. شكرا جزيلا لسعادتك يا فندم، شكرا جزيلا. ألف شكر يا أستاذ محمد، ألف شكر لحضرتك ولقراءك ومستمعيك، ألف الله شكر. يخليك، تسلمي يا رب، بالتوفيق دايما إن شاء يا الله. فندم.